قلت لي اخويا صاحب الجرة ندير واحد المداخلة لاني غادي نمشي. الله يحفظك. نتمنى الصوت يكون مزيان، ما يكونش فيه شويه ديال التخرشيش. عليا الاخوان، تحية طيبة لكم كاملين. والناس اللي كتقول انه الصراعات الشخصية بين المغاربة، نتمنى اننا نخرجوا من هذا المنطق. هذا كاين منطق ديال انه ملي كيبان شي خائن وكيتفضح، هذا راه انتصار لينا وهذا تنقية ديال الجبهة الداخلية. ملي كيبان واحد الورم سرطاني كان غادي كيتغلغل وسيطر على بزاف ديال العقول ديال الناس بذريعة محاربة الفكر الإخواني والأخوانجي وما إلى ذلك، المهم استخدموا هذه الأمور هذه، وبذريعة محاربة واحد الأجنبي وما إلى ذلك، وصل الأمر إلى أنه أصبح خلافات شخصية وحقد دفين على خوتكم المغاربة، اللي منكم اللي كيتفق معهم في الآراء، اللي منكم تيحبهم في الله، اللي منكم تيبرد ليه الغدايد، واللي منكم ما كيتفقش معاه ولكن كيضر الخوك مغربي وعنده طريقته في الحوار، عنده أخطاء. هذه النقطة خص الإخوان تصالحوا فيها مع ذواتنا. كاينش اللي كيخطأ، كاينش اللي بعض المرات كيخرج عن السياق ديالو، كيتم الاستفزاز ديالو أو ما إلى ذلك. وبغيتكم واحد المنطقة الإخوان، شوفوا الخوت، راه الانسان اللي تيكون متابع ماشي هو الانسان اللي تيكون فاتح المنصه. انا ما كنتش عارف حجم الثقل والضغط على صاحب المنصه حتى وليت كنفتح اللايفات. فاش كنت كنكون في الكيست كان كيجيني الامور، وبالعكس بعض المرات كان كتوصل بيا انني نولي نقول المول لايف طلع فلان نزل فلان، ومول لايف راه عنده الكيست عامر، كنحرجو انا. هاد النقطة مبقيتش كنديرها ملي كنكون في الكيست، لاني ملي كنكون انا فاتح اللايف كنولي نتحرج مع الاخوان اللي تيكونوا طالبين الكيست، شكون اللي يطلع شكون اللي ما يطلعش شكون اللي ينزل. فبالتالي هادشي كله بغيت نجمعوا لكم في انه ما تسهلوش الامور الاخوان، ونحاولوا اننا ديما نظنوا ظن الخير في بعضياتنا البعض، وما نسمعوش للكلام اللي كيحاول البعض يسوقوا من ضمنهم بعض الاتهامات. شوفوا معايا نوعية الاتهامات، إلا خدمنا شويه ديال العقل الإخوان غنشوفوا واحد النوع ديال الاتهامات كيفاش داير. كيعطيك اتهام بدون دليل. مثلا دابا كيجي كيقول لك ضبابي، تيقول لك فلان ضبابي. شنو هو الدليل اللي غادي يبين لك انت واش هذا ضبابي ولا ماشي ضبابي؟ وشنا هي هاد الضبابيه بعدا؟ خصهم يشرحوها لينا هاد الناس هادو. اش كتعني هاد الضبابيه اللي كيحاولوا يلصقوها لعباد الله؟ ولا التهمه ديال الاسترزاق؟ واش هاد الناس هادو لقيتوهم فاتحين لايف تيقولوا الله يرحم الوالدين دعموني بوردة كما كيديروا هادوك المافيات ديال سوريا؟ هادو الاخوان كيجيو اغلبيتهم خوتهم المغاربه معروفين، كيطلعوا للكيس كيتواجدوا، كيكون لايف كيدعم المنصه باش تستمر، وهو اللي متحكم. مول الدعم هو اللي مسؤول على المسائل ديالو. ما غنجيش انا نمارس عليه الوصايه نقول له شنو يدير وشنو ما يديرش. واغلبيه هاد الاخوان اللي كيدعموا كلهم كنريحوا معاهم في لايفات عائليه، بحال اللايف ديال اليوم بالنهار كنا في لايف عائلي، اخوتي وخواتاتي قسما بالله ما كاين لا سياسه لا والو، غير كنضحكوا مع بعضياتنا وكنخططوا لواحد الرحله سياحيه بيناتنا. علاش؟ لانه هادشي اللي ربحناه من هاد التيك توك، ربحنا علاقات طيبه مع الاخوان والاخوات. اللي كيقول انه هذا الامر هذا كيفصل بين المغاربه وكيقسم، احنا اكتشفنا ورم سرطاني خبيث وصل المغاربه باش انه يوليو يضربوا في بعضياتهم ويستخدموا ذريعه محاربه الاجنبي، ويستخدموا ذريعه المؤامره الاخوانيه العالميه التيك توكيه ما نعرف شنو. وزيد عليها البعض ولا كيقول لك حنا قدام، تيجي كيقول لك حنا قدام عليكم. ايوا قدام عليا، وهاد النقطه ديما تنقولها انا، مزيان ان واحد يكون قديم عليا، ولكن قديم عليا ملي ندخل انا للتيك توك وملي يدخلوا المغاربه الجداد للتيك توك يجيو يلقاوك انت عندك منبر توعوي، عندك منصه كتوعي، عندك اسلوب قريب من المغاربه،
عندك اسلوب كيمثل المغاربه، عندك اسلوب زوين كيقدر يوصل لقلوب المغاربه، وعندك مواضيع وعندك ما تقدم. لانه هنا فين كاين المغزى الخوت، هنا فين كاين المغزى. انه الانسان واش كيشعر ما نقدرش نوصلها، واش الغيره ولا حسد ولا حقد، انه تيقول لك انا قديم وما كاينش اللي كيتسوق ليا. راه خصك تراجع نفسك. راه الاخوان واحد القضيه خصكم تفهموها، راه باش يعرفوك الناس راه حاجه مكتسبه، راه ما كتعرفش هباء منثورا. غير هو هاد المساله ديال ان الناس يعرفوك. بحال دابا نرجس عندها واحد الاسلوب خاص، عندها فيديوهات ديالها كيضربوا ل 100,000 200,000 300,000 متابعه مشاهده. علاش؟ عندها اسلوب ديالها، هذاك الاسلوب ديالها هو اللي وصلها. انت الا ما قدرتيش توصل للعقول ديال المغاربه خصك تراجع نفسك. راه ديفو فيك ماشي فينا حنا المغاربه اللي ما عرفناكش. واش المغاربه بغيتيهم يكونوا في لايف وكيسمعوك انت كتبقى تسب وتطيح وتنزل من المستوى وتوصف خوتك المغاربه الضبابيين المسترزقين كذا كذا؟ هادشي ما كيوصلش للعقول ديال المغاربه. يسمعك اليوم غدا ما بقاش يجي عندك. علاش؟ ما عندكش. انت كتستخدم غير الاسهل الاساليب، هو الخطاب التشويهي. الخطاب التشويهي راه اسهل حاجه. انني الا بغيت نضرب واحد الصوره ديال الانسان هو نلفق ليه اتهامات. انا فضلت، انا جيت ملي دخلت للتيك توك لقيت نرجس، لقيت سميره، لقيت فاتحه، لقيت صاحب الجراد. وخا صاحب الجراد حتى اكون معكم صريح، في الاول ما كنتش كنبغي نجي عنده، لانه نقدر نقول تاثرت بهذيك الدعايه ديال هذوك انه هو داير وفاعل وطرا. ولكن ملي تواصلت مع واحد الاخت هي اللي قالت لي ودي السيد بريء براءة الذئب من دم يوسف. انا هاد الناس كنشهد لهم انهم اللي جيت لقيتهم خدامين. ملي كنقول خدامين على المنبر ديالهم، وعندهم المغاربه كيحبوهم لله، ماشي كيجبروا الناس يكونوا عندهم في اللايف، ولا كيمشي يشري الذباب ال ديال الصينيين والهنود باش يطلع اللايف. مشي يشري سيرفر باش نوصل اللايف 300 400 باش انني نبان راه عندي متابعات. ما عرفتش انا الناس اللي كيفكروا بهذه الطريقه. وهذه النقطه الاخوان ديال رفع المشاهدات ما باش نشرحها لكم، وقسما عظما والله العظيم الكريم الى واحد الاخ صاحب منصه سمعته كيتهم ياسر وكيتهم بعض الاخوان، ومن اللي دخلت عنده لواحد اللايف لقيته طالع، استغربت كيفاش انا اللايف عنده طالع. من اللي دخلت نشوف شكون اللي كيتبعوا، والله العظيم الا كلهم حسابات وهميه. وسجلت لي واحد الفيديو وحطه عندي، وغادي تجي الفرصه باش انه نهار يجبد هاد التهمه على شي واحد نقول له ودي راه كتهم الناس بداك الشيء اللي كدير انت. وزيد عليها شنو ضرك انت الى السيد طلع المنصه ولا ما طلعش؟ ياك منصه مغربيه ولا فقط ملي كيوصلوا الامور انها تولي صراعات شخصيه كنستخدم جميع الاساليب باش انني نطيحها. علاش؟ لانه هو كيمشيو عنده الناس وانا ما كيجيوش عندي. وباش انني نقنع نفسي كنستخدم هذاك الخطاب ديال راه كيمشي لواحد المنصه كيتسب فيها الملك. انت شفتي غدا الكرغولي اللي سب الملك؟ ما شفتيش خوك المغربي اللي عطى واحد المستوى واللي بين واحد الطريقه في الرد واللي زمت هذاك الكرغولي؟ كتكبروا الشان غير البراني. انتم كتقولوا كتحاربوا البراني، ولكن كتكبروا الشان غير الكلام ديال البراني. ما عمري سمعتهم شي نهار قالوا راه اليوم فلان ولا فلان تبارك الله راه دار واحد المداخله ولا راه قال كذا ولا راه كذا. لا، كيرفعوا الشان غير البراني. الكرغولي سبنا، دار فينا، فعل لينا للاسف الشديد. خطاب الوصايه ما عمره كان اسلوب باش انك تقدر تحكم في الناس، ومن اصعب الامور انك تحكم في مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، لانه المواطن اللي كيدخل لمواقع التواصل الاجتماعي راه عنده عقله وعنده الذكاء ديالو وكيعرف يميز وكيمشي للحاجه اللي كيرتاح ليها وكيمشي لللايف اللي كيرتاح ليه فقط لا غير. فبالتالي انا الا جيت نمارس عليه واحد الخطاب ديال انني نوجهه فغنكون انا حطيت نفسي في واحد الموقف غادي يقول لك الشريف راه ماشي انت اللي غتوريني شنو غندير. هذا هو الفرق. ولكن نهار كيبان الخائن كيخصنا نفضحوه ونوضحوه ونوريوه الناس. وهذوك اللي تبردعوا وباقي تيقول لك اعطيني حق الرد،
باقي